السلام عليكم. في البرد ده بقى مش قدامنا غير كيس الشعرية، هنعمل بيه 3 وصفات حلوة أحلى من بعض التلاتة وكلهم سهلين جدا. أول وصفة معانا شعرية باللبن، وتاني وصفة معانا الشعرية المحمرة اللي بالسكر، برضو طعمها حلو جدا وسهلة، مفيش أسهل من كده. وصفة برضو اقتصادية وطعمها حلو جدا وبتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. تالت بقى وصفة معانا مهلبية بالشعرية، طعمها برضو حلوة جدا جدا. تقدري بقى ان انت تجربي الوصفات التلاتة دول بكيس واحد بس من الشعرية، هتعملي ألذ حاجة واكتر حاجة بتدفي في الشتا ده. وقولولي بقى ايه هي اكتر وصفة عجبتكم، وصورولي تطبيقاتكم. صلي على الرسول وابدأي معايا. هنجيب حلة وهنحط فيها قطعة من الزبدة او من السمنة، وبعد كده بقى بننزل عليها بكيس الشعرية كله او نصه، يعني كوباية اللي يريحك والكمية المناسبة ليكي. وهنفضل نقلب على طول، لازم يكون التقليب مستمر على طول علشان ما تتحرقش منك وعشان كلها تطلع معاكي بنفس اللون. بعد بقى ما بتتحمر وبتاخد اللون الذهبي الفاتح قوي، ما تغمقاش عن كده، بننزل عليها بقى بالسكر. السكر ده بيكون حسب الرغبة، يعني بيكون في المتوسط 4 ل5 معالق كبار من السكر. جربي برضو وشوفي حسب اللي انت بتحبيه. بعد كده بتديها تقلبتين مع السكر، وبننزل عليها بقى بالمية. مية تكون مغلية او مية من الحنفية عادي، مش هتفرق خالص. يعني زي الرز كده، يعني المية بس تكون مغطياها شوية، حاجة بسيطة وخلاص. وبتضيفي فانيليا برضو للطعم، يعني بتدي نكهة كويسة. ونفضل بقى نقلب ونسيبها على نار هادية جدا، ونغطي عليها زي تسوية الرز. وكل شوية بتفتحي تقلبي عليها، تقلبيها شوية علشان خاطر كلها تبقى مستوية. ما بتاخدش وقت خالص، هتلاقي بس كده بقت طرية خالص، وكده بتبقى استوت معانا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طعمها حلو جدا جدا ومش معجنة، لان احنا ما زودناش عليها مية وسويناها على نار هادية خالص. في ناس بتعملها معجنة. تمام. تعالوا بقى نشوف تاني وصفة، ان نفس الخطوات اللي عملناها اللي فاتت دي، وبعد التقديم كده بتروحي حاطة عليها كوباية من الحليب السخن بس، وبتقلبيها وبتاكلي بقى طعمها تحفة جدا. تعالوا بقى نشوف تالت وصفة معانا عبارة عن ايه. هنجيب كوباية من الحليب يكون بارد، ما ينفعش يكون سخن عشان النشا يدوب. وهتحطي فيه النشا بقى قد ايه، يعني انا مثلا هحط كوبايتين من الحليب يبقى هحط معلقتين كبار من النشا. احط كوبايه من الحليب يبقى معلقه كبيره من النشا، وهنقلب. بعد كده بقى بننزل على الشعريه اللي احنا عملناها بنفس الطريقه اللي فاتت بالظبط، بالحليب اللي احنا مدوبين فيه نشا. وبنقلب بقى برضو على نار متوسطة، التقليب برضو بيكون مستمر. هي ما بتاخدش وقت خالص، لان هي اساسا الشعرية بتبقى هي اساسا سخنة، فهي بتسخن بقى اللبن، يعني هي محتاجة دقيقتين كده على النار وخلاص. برضو لازم يكون التقليب مستمر عشان ما يحصلش فيه اي تكتلات. لو تحبي تزودي الحليب عن كده زوديه، عايزة يعني الشعرية تبقى هي الاكتر كده، برضو براحتك اللي يريحك. بتقدمي بقى المهلبية الجديدة بتاعتنا ديت، وتحطي بقى على الوش بقى مكسرات، جوز هند، اي حاجة عندك واي حاجة بتفضليها. دي برضو بتتاكل سخنة، يعني احنا في الشتاء بناكلها سخنة، ممكن لو في الصيف تحطها في التلاجة تسقع وتاكلها وهي سقعانة، بس في الشتاء هي بتتاكل كده سخنة. بيبقى طعمها جميل جدا وهتعجبكم برضو ان شاء الله. يلا جربوا بقى الثلاث وصفات دول وقولوا لي انهي وصفة فيهم عجبتكم اكتر، وصوروا لي تطبيقاتكم. لو عجبك الفيديو لايك ومتابعة فضلا، وهسيب لكم لينك صفحة الفيسبوك وصفات سهلة ولذيذة، وقناة اليوتيوب سارة كمال.